مش عارف ايه قمه الخوف اللي عند نادي الاهلي بسبب احمد عبد القادر يروح نادي الزمالك. اللاعب قال لك انتوا قلتوا اللاعب اللي انت هتبقى مشاركتك ضعيفه في الموسم الجديد بسبب طبعا وجود بن شرقي وتريزيجيه في المركز اللي بيلعب فيه. طب خلاص الراجل قال ادام مش هتلعبوني خلاص سيبوني اروح اي فريق تاني. قال لك لا لازم نستفاد منك. طب خلاص استفاد مني هتبيعه. خلاص جينا نبيعوه هيبيعوه لسيراميكا كليوباترا دلوقتي. طب انت بتشترط على سيراميكا كليوباترا اللي اللاعب بعد ما عقده يخلص ما ينفعش اللي هو يتباع لاي فريق تاني في مصر. طب انت ايه؟ انت خلاص انت عايز تستفاد بيه منه استفدت منه. طب يا عم خلاص ايه بدل ما تعمل الشرط ده اكتب شرط اللي هو مثلا 20% في حاله بيعه لاي فريق تاني. تاخد 20% في حاله بيع تاني ادي كده تستفاد مرتين. بيبيعه وبعد كده لو اتباع لاي فريق تاني من عن طريق مثلا سيراميكا كليوباترا او من اي فريق تاني هتستفاد منه بمبالغ كبيره. بس ايه الفكره؟ انت خايف يروح لنادي الزمالك ليه؟ انت خدت زيزو احسن يعتبر من احسن اللعيبه في نادي الزمالك وخدت لعيبه كتير ومعاك لعيبه تريزيجيه وعندك بن شرقي وعندك امام عاشور وعندك لعيبه كتير قويه جدا. ايه قمه الخوف اللي انت خايف من نادي الزمالك ده؟ احمد عبد القادر ايه يعني فكره اللي هو راح الزمالك؟ يعني انت شايف اللي هو راح الزمالك هيتفوق على نادي الاهلي؟ المفروض انت نادي كبير. الحاجات دي ما تخرجش منك. ما فيش نادي في العالم بيعمل كده يا جماعه والله. ما فيش نادي فعلا بيعمل كتير. سيب الراجل يطلع بره. ايا كان هيروح الزمالك هيروح لاي نادي تاني ما تشرطش. انت بتقول انا عايز استفاد منه استفاد منه ببيعه هتبيعه هتستفاد منه. وتعمل شرط كمان اللي انت تاخد مثلا نسبه في حاله بيعه لفريق تاني بعد كده من النادي اللي انت بعته له. بس فكره اللي انت مش عايز اي فريق تاني يشتريه في مصر احنا عارفينك انت قصدك مين. قصدك على نادي الزمالك. انت قصدك على نادي الزمالك. طب ما انت بقى اي فريق تاني ما انت بعته لسيراميكا كليوباترا. ما سيراميكا كليوباترا دي تبع مين؟ تبع مصر برضو. بس هو يلعب في فريق تاني هو نادي الزمالك. انت مش عاوز يلعب نادي الزمالك. دي خوف والله. دي خوف اللي يروح نادي الزمالك. ايه المشكله؟ هو خلاص راح الزمالك. ما انت خدت تريزيجيه خدت زيزو خدت امام عاشور وخدت بن شرقي وكل دول كانت لعيبه في نادي الزمالك. ولفيت لفه طويله عشان تاخد امام ولفه طويله عشان تاخد اسمه ده زيزو. بن شرقي مشي من الزمالك ما فيش مشكله اتباع والراجل رجع لك. بس انت فكرت في اللعيبه دي وكانت في نادي الزمالك. زيزو كان في نادي الزمالك. ايه يعني اما احمد عبد القادر يروح نادي الزمالك؟ احمد عبد القادر لعيب كبير ولو راح الزمالك فعلا هيأدي اداء جامد. بس مش النادي الاهلي اللي بيفكر في التفكير ده. انت فريق كبير بطل افريقيا معاك لعيبه تريزيجيه وزيزو وامام عاشور وبن شرقي وجراديشار معاك لعيبه حكايه. ما تقفش الاهلي ما يقفش على لاعب.